Hey, la galette des rois أو فطيرة الملوك مقرمشة وهشيشة. باش تشوفوا كيفاش جا. راه هشيشه البنات، يعني ملي تكونوا كتقطعوها هي هشيشه بزاف ومقرمشه بزاف. كي كتفرتها بوحدها. رائعه البنات بزاف. عرفتي ورقه هذا كتجي مورقه كلها طيبه، دوك الوريقات كلهم طيبين، يعني ما كتجيش معجنه نهائيا. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي كتجينا معجنه كنتمنى يكون كيبان. اول حاجه غادي نحضروا لا كريم باتيسير. عندي هنايا 3 صفار من البيض. انا عندي البيض صغير درت 3 صفار ديال البيض. نتوما الا كان عندكم بيض كبير ديروا غير جوج. عندي 250 غرام او 250 ملي ديال الحليب، ملعقه صغيره من الزبده اللي كتكون حيوانيه، عندي 45 غرام ديال النشا و60 غرام ديال السكر والفاني. غادي تلقاو الوصفه في صندوق الوصف. الناس اللي ما عندهمش الميزان نخليها لكم بالمعلقه. هنايا خديت الحليب درته في كاسرول، درته فوق البوطه كيسخن، وهنايا خديت صفاره البيض ضفت عليه السكر والفاني وغادي نخلطهم جيدا حتى كيختفيو داك حبيبات السكر والفاني. اما بالنسبه للسكر درت نص يعني في صفار البيض ونص الاخر غنضيفو الان مع الحليب. غنحركهم باش هكا ما يلصقش ليا في قاع ديال الكاسرول مع الحليب صافي. وغادي نخلط صفار ديال البيض جيدا حتى يعني بحال كنطلعوا داك البيض شويه صافي. هنايا بعد ما طلعت داك صفار البيض غير بالفوي، هنايا كنضيف 45 غرام ديال النشا اللي صفيتها، يعني كنغربلوها وكنخلطوا جيدا. من بعد ما خلينا الحليب كنبقاو نضيفو شيئا فشيئا مع التحريك المستمر باش هكا ما يطيبش لنا الصفر ديال البيض، يعني غير بشويه حتى كنكملوا الخليط كامل. كنرجعوه للكاسرول وكنعملوه فوق بوطه مهيله مع التحريك المستمر باش هكا ما يلصقش لينا ويتحرق لينا. الا تحرق كيعطي مذاق خايب. منين كيعقد صافي كنطفيو البوطه وكنضيفوا يعني معلقه صغيره ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه والخليط سخون باش هكا كتذوب. كنخلطوا جيدا حتى كنتاكدوا بان ديك الزبده دابت، وكنديروه فشي زليفه وكنغطيوه بالسلوفان اللي كيكون كيلامس لا كريم باش هكا ما يعملش لنا القشره. ثانيا ما كيمشيش لنا داك المذاق في داك البخار. ثانيا غادي نحضروا كريمه د اللوز. غنحتاجوا 60 غرام ديال الزبده حيوانيه، 75 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال بودره اللوز يعني حمرته حتى ولا ذهبي، وهاد طحنته يعني حمرته غير في الفران على نار مهيله حتى كيولي ذهبي، وكنطحنوه كنغربلوه. كناخذوا منه 100 غرام. عندي بيضه كامله وعندي قبصه ديال الملح وعندي الفاني. خديت هنايا الزبده الحيوانيه ضفت عليها سكر كلاصي. غادي نخلطهم جيدا حتى كينسجموا ونضيف قبصه الملح. من الاحسن تغربلوا السكر كلاصي باش هكا كيجيكم ساهل يعني في التخلاط. بعد ما خلطت الزبده مع السكر كلاصي والفاني وقبصه الملح، هنايا ضفت ديك 100 غرام ديال بودره ديال اللوز ونخلطو جيدا بسباتول او بالفوي. بعد ما خلطت المكونات جيدا ضفت هنايا البيضه وغادي نخلط جيدا.
بعد ما خلطت المكونات جيدا، هنايا غادي ناخذ لا كريم باتيسير خلطوها بوحدها يعني باش ما تبقاش قاصحه بحال هكا، عاد نضيفوها على لا كريم ديال اللوز. فمنين كنخلطوهم بجوج فكتولي سميتها لا كريم فرانجيبان. هنايا خديت واحد الطبسيل درت عليه داك السيليكون ودرت عليه داك السلوفان، وغادي ناخذ داك كريم فرانجيبان اللي هو كريم باتيسير زائد لا كريم ديال اللوز، كريمه اللوز، وغادي نديرها هكا في قمع وغنبدا هكا ندور يعني يعطينا سيركل. انا يعني لا بات فيتي او لا غاليت غنديرو على حسب هذا السيركل هذا. دونك يعني الحشوه خصها تكون الوسط والجوانب خصهم يبقاو خاويين كيف ما كيبان لكم يعني في الفيديو. غادي نسرح هكا بسباتولا وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي ندخلو المجمد حتى كيجمد تماما. ضروري من هذه العمليه باش هكا يعني كيجيكم لا غاليت كتجيكم مرقه وهشيشه وما كتعجنش نهائيا يعني ما كتطلقش داك الزيت. بالنسبه لاباط فيتي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف وغتلقاوها دابا غتخرج لكم هكا في الشاشه. اللي ديجا شاركت معكم صافي خديت لاباط فيتي اللي ديجا كنت شاركت معكم، غادي نسرحها فما ترققوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه. فانا صراحه رققتها حيت ما كيعجبنيش داكشي غليظ وهكاك وطلعت باش تعرفوا بان لاباط فيتي ناجحه. هنايا غادي نسرح لاباط فيتي على هذا الشكل هذا يعني كتكون ما رقيقاش وما غليظاش. غناخذ داك السيركل اللي غادي نعبر به وغنبدا نقطع بالموس هكا من الداخل. فالسيركل الاول غنقطعو من الداخل، السيركل الثاني غنقطعو من برا باش هكا السيركل كيجي كبير على الاخر. ضروري نقطعو بالموس باش هكا ما نخسروش التوريق ديال لاباط فيتي ديالنا. دابا السيركل الثاني يعني كنقطع برا ديال السيركل كما كيبان لكم في الفيديو. هاد العجين اللي شات ليا فصوبت منه هاد لي شوسون اللي غنبان لكم دابا على الشاشه وصوبت منه لي بالمي يعني حتى شي حاجه ما كتضيع يعني شويه ديال العجين ما ضيعتوش. صافي هنايا غادي ناخذ طاوه فيها هكا ورق الطبخ وغادي ندير لا غاليت ديالي اللي كتكون قصيره يعني الصغيره هي اللي كنديرو من التحت. خديت هنايا بيضه كامله ضفت عليها ملعقه كبيره من الكريمه، اللي ما عندهاش الكريمه دير ملعقه كبيره من الحليب او بلاش. هنايا خديت هذيك القطعه يعني كتقب بحال الفرشيطه يعني تقبوها باش ما تنفخش بزاف، وكندهن جوست الجوانب فقط. يعني هذاك البيض ما خصوش يهبط على العجين المورق، الا هبط على التوراق راه ما تورق لكمش اثناء الطهي. يعني ضروري يعني ديروا بهاد النصائح يعني كيف ما كيبان لكم كندير انا يعني كندهن غير الجوانب فقط. من بعد ما جمد ليا ديك الحشوه ديال الفرانجيبان او لا كريم ديال الفرانجيبان صافي درتها هنايا فوق لا كريم فوق عفوا لاباط فيتي الجوانب مدهونين بالبيض، وغادي نتقبسها هذيك يعني لاباط فيتي الثانيه داك السيركل الثاني وغادي ندير داك الثقوب يجيو من التحت صافي. وغنغطي لاباط فيتي الاولى اللي درنا في الاول وغنبقى هكا نضغط بالجوانب باش هكا تلصق ليا يعني داك البيض كيلصق داك لاباط فيتي مع اختها يعني هكا كنديرو هكا بصبعنا حتى كتلصق. غنسوديهم هكا بالموس يعني كناخذوا ديك البلاصه اللي كتكون حافيه ديال الموس وكنبقاو هكا نديرو صبعنا وندوزو بالموس حتى كنكملوا الدائره ديالنا كامله. هنايا خديت صينيه فيها ورق الطبخ وغادي نقلب يعني في الفطيره ديالي على هذا الشكل هذا. غنعاود ندير دوك الشريطات اللي درت هكا في الجوانب باش هكا يتقادوا لنا. قلبناها باش هكا كتعطينا يعني ريزولطا زوينه. صافي هنايا غادي ندهن بداك البيض مع لا كريم مع ملعقه من الكريمه، غادي ندهن جيدا. منين تدهنوها غادي تدخلوها الثلاجه واحد الساعتين يعني ما ديروش ما تخططوهاش دابا حتى تبغيو تدخلوها الفران. فانا راه تلفت وخططتها دابا بالموس يعني نتوما حتى تبغيو تدخلوها الفران غتزينوها بالموس الا بغيتو. صافي هنايا انا غادي ندهنها، نسيتو زينتها دابا ماشي مشكل. درت يمكن لكم تزينوا هكا بخطوط او
بدوائر او المهم اللي بغى. انا درت يعني الشكل الكلاسيكي ديال فطيره الملوك. خديت هنايا كوردون وتقبت الفطيره ديالي باش هكا يعني تلقى من تنفس. غندير علامه زائد هي الاولى وغنبقى الرسم كيف ما كيبان لكم في الفيديو بحال اوراق الشجر. كما قلت لكم نتوما ما ديروش هاد العمليه حتى تبغيو تدخلوها الفران. فالبنات منين تكونوا كدهنوا البيض يعني الفطيره الجوانب ما تقيسوهمش بتاتا بالبيض. الا هبط لكم البيض على هذوك الجوانب ديال الفطيره راه ما غاديش تورق لكم وما غاديش يجيكم فيهم طبقات، يعني غتبقى لاصقه على بعضياتها، غتجي بحال مسمنه، ما غاديش تجي مورقه. كنتمنى تكون الامور هكا واضحه. هنايا رسمت دوك الوريقات وكندير هكا اشرطه معاكسه كما كيبان في الفيديو. بالنسبه للتزيين يمكن لكم تخدموا حتى بالكوردون، يعني ماشي بالضروره السكين، يعني بالكوردون وبقاو ديروا هكا خطوط او يعني التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. غندخلوها ساعتين الثلاجه ضروري من هاد العمليه، ضروري تخليوها ساعتين ترتاح في الثلاجه. غادي نعاود ندهنها هنايا داك البيض مع ملعقه من الكريمه. نتوما في هاد المرحله ديروا يعني دهنوا وهذا رسموا او زينوا بالكوردون او بالسكين. غادي ندخلوها لدرجه حراره 200 درجه. الفران ضروري يكون سخون، راه ضروري تسمعوا هاد النصائح ديال يعني ديال الطهي ديال فطيره الملوك. يعني خاص الفران يكون سخون على درجه حراره 200 سخون مزيان. كتدخلوا الفطيره ديالكم 10 دقائق على 200. منين كدوز 10 دقائق كنديروا 180، كنخليوها على 180 5 دقائق بالحساب، كنديروا 150 وكنخليوها طيب على خاطرها حتى كتحمر. راه كتاخذ لنا ما بين 50 55 دقيقه يعني في الفران. كنتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحه وبون ابيتي، وما تنساونيش من لايك وابوني وفعلوا الجرس.